هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، متابعي إذاعة أرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 20 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجراه مع الأستاذ أحمد هبتيش حول وقائع معركة حلحلة التاريخية. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. الإريتريون يحتلون المركز الأول في عدد طالبي اللجوء في لوكسمبورغ. إريتريا تستضيف بطولة سيكافا لتحت سن 17. وأخيرا، كينيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. أفادت وسائل إعلام في لوكسمبورغ بأن عدد طالبي اللجوء من الإريتريين في عام 2018 احتل المركز الأول في البلاد، حيث بلغ عددهم 392 طالب لجوء من أصل 2200 طالب لجوء من جنسيات مختلفة. واحتل السوريون المركز الثاني بعدد 227 طالب لجوء، وبذلك تكون نسبة طالبي اللجوء من الإريتريين 17% والسوريين 10%. ويقارن هذا العدد من طالبي اللجوء مع عدد سكان لوكسمبورغ الإجمالي، والذي لا يتجاوز 500,000 نسمة. وكان وزير خارجية لوكسمبورغ قد زار إريتريا في 14 من الشهر الجاري، والتقى بوزير الخارجية عثمان صالح، وذلك لبحث التعاون الثنائي والحد من ظاهرة الهجرة. قال السيد نيكولاس موسينيو، سكرتير اتحاد الشرق ووسط أفريقيا لكرة القدم المعروف باسم سيكافا، في مؤتمر صحفي بأن إريتريا سوف تستضيف في الصيف القادم بطولة سيكافا لفئة تحت 17 عاما. وأكد بأن الموافقة بالاستضافة جاءت أثناء اجتماع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مع رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد في أديس أبابا. وستجرى مباريات البطولة في إريتريا في يونيو المقبل بمشاركة 5 فرق من دول اتحاد سيكافا، وسيقوم الاتحاد الدولي بتمويل البطولة. وسوف تستضيف أوغندا بطولة سيكافا للفرق الكبيرة، بينما تستضيف تنزانيا بطولة سيكافا للفرق النسائية. ذكر موقع بوابة أفريقيا الإخباري بأن كينيا استدعت سفيرها في الصومال يوم السبت الماضي، فيما طلبت من السفير الصومالي مغادرة نيروبي بسبب نزاع على مناطق تنقيب على النفط. وقالت سكرتيرة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكينية ماشاريا كامو في تصريحات صحفية أن استدعاء السفير لوكاس تومبو جاء إثر طرح الحكومة الصومالية عطاءات تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية الواقعة على الحدود مع الصومال، وهي منطقة متنازع عليها بين البلدين، حسب ما نقلت ذلك وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. ووصفت كامو الخطوة الصومالية بالمؤسفة والفادحة وفقا للمصدر ذاته. وحسب بيان للخارجية الكينية تناقلت وسائل إعلام محلية، تمت مطالبة سفير الصومال محمود أحمد ترسن بمغادرة البلاد دون تحديد مهلة زمنية لعودته. وبينما لم يصدر تعقيب من الجانب الصومالي على الخطوة الكينية، أفادت مصادر مطلعة بأن هذا التصعيد الدبلوماسي ضد الصومال يأتي عقب مؤتمر النفط الذي عقد في لندن في 7 من فبراير الجاري. وتزعم نيروبي أن مقديشو طرحت خلاله عطاءات للتنقيب على النفط في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين. وتعد هذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة على صعيد العلاقات الكينية الصومالية هي الأولى من نوعها. وحسب خبراء ودبلوماسيين، فلدى مقديشو أوراق ضغط من شأنها تعديل الموقف الكيني منها،
حيث يمكن وقف استيراد القات الذي يدر أرباحا كبيرة على الاقتصاد الكيني، إلى جانب معارضة الوجود العسكري الكيني في الصومال ضمن قوات حفظ السلام الأفريقية، إذ لم يأتي تحرك إقليمي لرأب الصدع بين الدولتين. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. الإريتريون يحتلون المركز الأول في عدد طالبي اللجوء في لوكسمبورغ. إريتريا تستضيف بطولة سيكافا لتحت سن 17. وأخيرا كينيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا، وتمنياتنا لكم بمتابعة طيبة لما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة من برنامج متابعات. وفي الحلقة دي زي ما نوهنا في الحلقة السابقة إنه حيكون عندنا حديث عن معركة حلحل الشهيرة، ومعانا محدثكم الأستاذ الشاعر أحمد هبتيس. أستاذ أحمد، مرحبا بك في إذاعة إرنا. أهلا وسهلا بك أخي أحمد. طيب يا سيد الكريم، لما نقول معركة حلحل الشهيرة، هل المعارك دي يعني هي حدثت في نفس المدينة الموجودة اليوم المسمى حلحل؟ نعم. طيب، قلنا إنه معركة حلحل بالذات بتاع 68 كانت معركة خالدة ومختلفة عن بقية المعارك، لم تكن الأولى ولا الأخيرة، لكن كان يعني معركة مختلفة عدة وعتادا واستشهادا وجرحى وغيرها. يعني نعم. قراءتك لها كيف أستاذ أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله أولا معركة طبعا تمت في وقت طبعا كان أولا أنا أتكلم على الأحداث وكيف بدأت يعني. كويس. ولكن كيف تم إعداد لها، هذا طبعا كما أسلفت طبعا متروك للعسكريين. نعم. ولكن هي كانت في تمام الساعة 7 مساء يوم 8/9/68 بعد صلاة المغرب تقريبا. وفي ذاك اليوم طبعا كان جو ربيعي والجو صافي والسماء تماما صافية وقمر 14 واضح تماما البلد، وهدوء تام لأنه بعد المغرب ما في حركة طبيعة الحال في كفر فوق في البلد في صفة عامة. نعم. وكما ذكر أنه في نفس اليوم يقولون أنه في وسط المعركة في وسط المركز كانت شجرة وقطعت في ذاك اليوم يعني بعلم أو بصدفة، الله أعلم. طبعا المعركة بدأت، والهجوم لما بدأ والجو كما أسلفت كان يعني واضح تماما. نعم. وهم كمان أضافوا إضاءات نارية ما يعني رموا إلى السماء، كشافات يعني. كشافات، ودي كانت برضو زيادة في المهم الهجوم بدأ، ونحن كنا طبعا كل الناس كلها خرجت وتابعت كل قرية باتجاهها. وبعد ساعة ونص تقريبا جونا بعض الجنود حاملين معهم جرحى. الهجوم بدأ من جيش التحرير؟ الهجوم هو بدأ بعكس، هم يعني تقريبا حسوا بهم، هم بدأوا أول الطلقة هم رموها يعني. مين ديل؟ الجيش الإثيوبي؟ العدو الجيش الإثيوبي يعني. كويس. واتفاق كان موجود تقريبا حسب قيل من العسكريين أنه هم كان في يعني شخص محدد كان ويرمي طلقة وبعدهم يواصل. كويس. لكن الإثيوبيين سبقوا بضرب طلقة لأن عرفوا أن المنطقة يعني في حركة وصلت يعني.
على كل حال بعد ساعة ونص تقريبا أتوا إلينا جنود حاملين معاهم مجرحين وأسلحة، يعني أسلحة المجرحين وشهداء وغيرها. دخلوا عليكم في المدينة يعني؟ في القرى حوالي المدينة طبعا. الناس طلعوا طبعا قاعدين يعني طبعا ينسحبوا بالجرحى بتاعتهم. كويس. والقرى والمناطق ديك ما كان فيها جيش من الجيش الإثيوبي؟ لا ما في. كويس. المركز الوحيد هو طبعا هم كان أيوة متمركزين في حلحل. وحلحل وهم محوطين، وكان الجبهة كانت محوطة ذات المركز كويس. كل الاتجاهات. فالمهم أول جريح من ضمن الجرحى اللي وصلنا محمود طاهر سالم. نعم رحمة الله عليه. ابن أخيه اللي طاهر سالم. نعم. ولكن كان مسمى طاهر سالم على أساس هو تربى مع طاهر سالم يعني. فده كان واحد من الممرضين في ذاك الوقت مهمين جدا في الميدان يعني. نعم. وتقريبا إلى الآن عايش إن شاء الله، ربنا يديه الصحة. اللهم آمين. فالمهم أخذنا يعني أول ما جونا المجرحين طبعا الناس أخذت البطانيات والعناقريب وكذا، فرفعوا الجرحى اللي وصلت وطلعنا بهم وديناهم إلى القابة ورجعنا، ونحن راجعين برضه يستقبلونا ناس ثانية يعني. وهكذا أنت توصل هذا وترجع، والليلة كلها يعني الناس تنقل في الجرحى والأسلحة يعني. نعم. وكثير من طبعا عدد كبير من الشهداء يعني كان خارج السور. طبعا الجنود كانوا يسحبوهم ويأتوها إلى الشعب، والشعب تأخذهم وتستلم الجرحى طيب يعني. الجرحى والقتلى في جيش التحرير كان عدد كبير، أليس كذلك؟ نعم عدد كبير يقدر. ما هي المعلومات الموجودة في الستينات تقول الأعداد؟ الأعداد أيوة 65 69 في 67 بهذا الشكل يعني. بين جريح وقتيل؟ لا يعني متقارب العدد الجريح والقتيل يعني جريح وشهيد عفوا يعني. الشهداء كانوا أكثر من الجرحى؟ الشهداء كانوا يعني قريب للجرحى يعني ما أكثر من كثير، لكن تقريبا أكثر الشهداء بعدد يعني. طيب القتلى في صفوف العدو معلوماتك عنه شنو؟ معلوماتنا طبعا في العدو ما تقدر تعرف، لأنه من المركز ما في حد طلع. والمركز ما استلم طبعا، الثورة ما استلمت المركز. والشهداء اللي استشهدوا داخل المركز حتى طبعا ديل من ضمن اثيوبيا اخذتهم لكرن بعدين. فيعني العدد اللي دخل العدو كم استشهد منه كم ماتوا منه ما نعرف، لكن الشهداء طبعا تتكلم الناس على الشهداء جبهة التحرير. نعم. في ذاك الوقت. طيب. ومن ضمن الجرحى هذا طبعا كان الشهيد القائد عمر الزاز، وطلع وجرح وبعد ذلك استشهد برا يعني بعد ما خرج من المعركة. ايوه اليوم الثاني استشهد. ايوه اليوم الثاني استشهد. اي نعم. رحمة الله عليه وعلى الأبطال. رحمة الله عليه. فمن ضمن الشهداء وقتها كان طبعا يعني آدم أبو بكر واثنين قادة فصائل كانوا آدم درع وإدريس عثمان عبيد قادة فصائل، وكانوا ضباط طبعا ضباط سوريا وعراق يعني ما شاء الله شباب متقدمين ماخذين دورة متقدمة. محمد علي طحدة ومحمد عبي ومجموعة كبيرة يعني. طيب على ذكر المناضل الشهيد آدم أبو بكر السوداني مش كده؟ نعم. شهادتك له شنو يا أستاذ أحمد؟ الشهيد آدم أبو بكر طبعا أولا يعني رجل فعلا رجل شجاع ورجل مخلص يعني، كما يذكرون أنه هو التحق بالثورة الأريترية بصفة أنه كان صديقه واستشهد في الميدان. وبهذه يعني هو يعني على أساس أنه يسد اللي هو ياخذ طاره وطلع على الميدان يعني. مين صديقه ده؟ لا ادري لا اذكر اسمه، لكن قالوا صديق كان عنده بسبب طلع
ولكن الرجل يعني رجل ذكي ومحبوب كان، والشهيد عمر إزاز كان يعتني به كثير. يا سلام، رحمة الله عليه. والآن حتى يعني بعد ما طبعا تم تحرير الوطن، يعني جمعوا الرفات بتاع الشهداء كلهم اللي كانوا استشهدوا في المنطقة دي، سواء كان في نفس المعركة أو بعدها، جمعوهم كلهم، ومن ضمنهم آدم أبو بكر وعمر إزاز، ضمن هذه المجموعة موجودين يعني. طيب، رحمة الله على الشهداء. أستاذ أحمد، طيب وقع هذه المعركة سواء كانت في صفوف جيش التحرير وفي نفوس أبطال جيش التحرير وللعدو، لأنه ما كانت معركة عادية زي ما ذكرت، ما سمعت عنها شنو مثلا من خلال لقاءاتك مع المناضلين وعملك النقابي كمان بعد ذلك يعني؟ نعم، معركة طبعا كانت يعني معركة لأول مرة طبعا الجيش بهذا الشكل يشارك. طبعا دي كمان من ضمن ممكن الأخطاء اللي كانت يمكن بالنسبة، لأنه في ناس ما دخلوا ممكن معارك كبيرة قبلها بهذا الشكل يعني. فمن ضمن يعني عدد كبير كان عدد من الجنود، وفيهم طبعا مستجدين، إلى جانب أنه كان تقيب من المعركة، كانوا في مهمات اللي هو نائب رئيس المنطقة، قائد المنطقة، وثلاثة قادة سرايا ما كانوا موجودين. نائب قائد المنطقة من هو؟ القائد المنطقة الشهيد عمر إزاز، نائبه كان محمد عمر آدم اسمه برضه، الله يرحمه، قريبات توفى قبل عامين ولا ثلاثة. نعم، الله يرحمه. فيعني كانوا في مهمات كلهم، طبعا كان مشهور يجيب يستقبلوا أسلحة وكذا، وكان في الإجازة. دي كانت من ضمن الأضرار يعني، ما ساعدت في المسألة طبعا. ولكن هذاك اليوم طبعا يعني جماهير استبصلت فعلا، ودفنت الشهداء وأخذت الجرحى، وبحثت 3 أيام حوالي المركز كل ليل يعني بالنهار ما تقدر طبعا تتحرك، ولكن بالليل تتحرك الناس، يعني كانت تجد شهداء. وطبعا الجنود كانوا بيرجعوا يعني كل ما فقدوا من زملائهم، وكانوا الناس تبحث معهم لمدة 3 أيام. الناس كانت تبحث وتدفن الشهيد وترفع الجريح، والناس يعني أخذوا سرايرهم وبطاطينهم وذهبوا بالشهداء بالمجرحين إلى أن وصلوا حدود السودان. وكان يستقبل طبعا هذا الناس جماهير على الأكتاف، وطبعا كان نقل الجماهير ما في سيارات في ذاك الوقت يعني. فيأخذ طبعا المجموعة من هنا تأخذ لمنطقة ثانية، والمجموعة الأخرى كمان تقدم، وهكذا إلى وصل حدود السودان. فعلا يعني وقفة ما عادية. أستاذ أحمد، تفتكر أنه في حملة التوثيق والكتابة عن المعارك البطولية للشعب الإريتري في فترة التحرير وأيام النضال والثورة، تفتكر أنه يعني معركة حلحل الشهيرة دي وجدت يعني التوثيق المناسب لها كما ينبغي، سواء كان من الكتاب أو من الإعلاميين وغيرهم؟ والله هو شوف، بالنسبة للمعارك كلها بما فيها معركة حلحل، في معارك كثير، معارك شهيدة ما لم تجد فعلا التوثيق الصحيح يعني، لأنه كلها كانت يعني برضو يعني كانت تتم برضو، حتى اللي تسجل على أقاويل يعني ما في توثيق دقيق، وإلا يعني معارك طاحنة كانت تحصل، ودي يعني تقصير كثير حصل من المثقفين الإريتريين يعني ما وثقوا هذه الأشياء. ومعركة حلحل من ضمن المعارك لم توثق توثيقا جيدا. في وحدين يقولوا برضو المسؤولية بترجع للناس اللي كانوا مشاركين في معركة حلحل واللي كانوا على قيد الحياة، طلعوا نجوا طبعا من بعد ما كانوا جرحى أو غيره، هم كمان ما أدوا المعلومات أو ما ملكوا المعلومات للكتاب والصحفيين وغيرهم. فرأيك شنو في المعلومة دي؟ هل والله طبعا أكيد هو في تقصير عام موجود لا شك يعني، قد يكون ده كمان موجود،
والى الان برضه في ناس يعني حضروا المعركه وموجودين، في اللي كانوا جرحى واللي كانوا قاده في ذاك الوقت، وفي ناس يعني فعلا جمعوا المنطقه بعد حدث هذا التمزق وهذه الاستشهادات، وبعد ذاك احيوا المنطقه باسرع وقت لمده يعني في خلال سنه المنطقه يعني عادت كما كانت باجتهادات والقيادات اللي كانت باقيه في ذاك الوقت، وفعلا قدروا ان يدخلوا مؤتمر أدوبحة بأدوية بتاع 10 من كل منطقه الاولى والثانيه، لانه هم كانوا متخلفين على واحده ثلاثيه كانت فقدت، وانه الناس المنطقتين دي كانوا طلبوا تاجيل المؤتمر التوحيدي بسبب انه دخلوا المعركه هذه منطقه ثانيه وقاعد تجمع جرحاها وشهداها وفي وضع سيء موجوده، فطلبت تاجيل. والمنطقه الاولى برضه طلبت تاجيل لانه الجرحى كانوا يمروا عبرها الى السودان، فهي كانت تامن لهم الطريق. فتخلفت المنطقتين من الوحده، والثلاثه المناطق يعني عملوا مؤتمر توحيدي بثلاثه وسمي مؤتمر الثلاثي. لكن بعد كذا شهور تفهموا الوضع فعادوا من جديد وعملوا حوار، فتحوا حوار مع بعض، والخمسه المناطق مع بعض الثلاثه الواحده الثلاثيه زي المنطقه الاولى والثانيه عملوا مؤتمر أدوبحة بعد عام من معركة حلحل مباشرة. ومنطقة الثانية والأولى شاركوا ب10 عضو في قياديين في ذاك المنطقة. دي نقطة مهمة طبعا أبو حميد يعني ذكرتها، ومن هنا تأتي أهمية معركة حلحل، لأنه كان لها تأثير سواء في المؤتمر وسواء في مخرجات مؤتمر أدوبحة والوحدة التي ذكرتها للمناطق، ومن هنا يأتي تفرد مؤتمر معركة حلحل عفوا. والملاحظة دي مهمة جدا، ومن هنا طبعا نحن نهيب بكل الناس اللي بيكتبوا التاريخ ويخطوا المسائل دي في الاعتبار حتى يقرأوا كل الظروف المحيطة بالمعركة أو مخرجات مؤتمر أدوبحة وغيرها من الوحدات التي تمت. أستاذ أحمد، باقي لنا دقائق، تفتكر إنه يعني في معارك شبيهة بالمعارك بتاعت حلحل الشهيرة شهدتها الساحة الإريترية وكان لها تأثير في الدفع والتردي داخل حركة النضال الإريتري؟ هذه إذاعة إرنا. أعيد السؤال مرة ثانية ممكن؟ أستاذ أحمد، بتفتكر إنه في معارك شبيهة بمعركة حلحل في المعارك التي شهدتها الساحة الإريترية أيام الكفاح المسلح، وكان لها تأثير بشكل أو آخر في حركة النضال والتحرر والثورة بالنسبة للشعب الإريتري؟ نعم، بالنسبة للمعارك نحن طبعا على سبيل المثال ذكرنا حلحل لأنه كانت في الستينات تعتبر يعني من المعارك الكبيرة، وإلا بعدها حصلت أكبر من معركة حلحل، وحصلت انتصارات كبيرة جدا في ساحل وفي مدن اللي الثورة حررت المدن في 77، يعني معارك شرسة خاضوها مع العدو في تسني وفي قلوت وفي عقردات، يعني معارك شرسة حصلت في يعني قبلها كانت معارك في ساحل وفي بركة، فمعارك بعدها بالعكس بطولات يعني حدثت معارك لا يمكن أن الواحد يقول عليها أن هي معارك كانت كثير شبيهة يعني، لكن معركة حلحل بنذكرها بصفتها أن كانت في ذاك الوقت هي أكبر المعارك، وإلا حصلت بعدها معارك أكبر منها كثير. نعم. أستاذ أحمد، أنا أشكرك جزيل الشكر، وفقط نقول في كلمة بالنسبة لأبطال
معركة حلحل وكل أبطال المعارك التحررية التي شهدتها. ونحن من هنا نهمس ونتحدث بصوت عالي إلى جيش الدفاع الوطني الآن الموجود في ربوع الوطن. نقول إن الاستشهادات العظيمة التي قدمها أبطال جيش التحرير وأبطال الجيش الشعبي بشكل عام تحمل هذا المقاتل وهذا المدافع الموجود داخل الوطن مسؤولية كبيرة، لأن هذا الوطن جاء بتضحيات غالية، فحرام أن يلعب بهذا التاريخ وتلك التضحيات مجموعة يعني لا تمثل شيء بالنسبة لتضحيات الشعب الإريتري. فبتقول شنو لجيش قوات الدفاع الإريترية الآن الموجودة وفي يدها المفاتيح الكثيرة والآليات؟ نعم، هو مع الأسف الشديد يعني جبهة الشعبية يعني حتى نقدر نعذرهم، لأنه هؤلاء لم يعرفوا أو لم يسمعوا ببطولات اللي حصلت من جيش التحرير الذي نور الميدان وهو مظلم ظلاما تاما في ذاك الوقت. يعني فجيش التحرير بالنسبة للجبهة الشعبية يعني النظام من أول يعني أحسن البطولات اللي هي الأولى اللي حدثت في الميدان، لأن جيش التحرير لما فتح الميدان هذا الميدان كان يعني وحوش، يعني كان، لكن بالعكس الجيش الشعبي جاء في بلد يعني مجهز مفروش ورود ميدان يعني، وجو بالعربات وجو يعني بكل سهولة. لكن الناس كانت يعني قبلهم في الستينات وبداية السبعينات الناس كانت تفترش الشوك وكانت تأكل، يعني في ناس أكلوا السم، في ناس شربوا سم. شفت كيف؟ فيعني في ناس كان مرة يعني الميدان ده ما يعني اتفرش ورود لما جاءوا الجيش الشعبي، لكن الجيش الشعبي لم يقصر فعلا يعني في تحرير الوطن، ما شارك بكل ما يملكه، ولكن لم يكون له علم كافي بما سبقه من المناضلين والشهداء الذين ضحوا، فلذلك لم يحفظ تاريخهم ولا يعتبر تاريخهم جيدا، لأنه هذا التاريخ من قبل الجيش الشعبي غير مفهوم. يعني أنت تحمل قيادة الجبهة الشعبية أن هي ما نقلت الأمانة والتاريخ إلى الجنود. ولا بد هنا التأكيد عزيزي المستمع أن الجيش الشعبي طبعا لعب دور كبير وخاض معارك بطولية شرسة أمام ترسانة العدو، وقدم، لأنه الجيش الشعبي هو كان امتداد لجيش التحرير، هذه كحقيقة نقولها. وفي نفس الوقت صحيح ما أخذ التاريخ كما ينبغي لحاجة في نفس القيادة اللي كانت موجودة. وينبغي أن نميز كذلك أستاذ أحمد بين الجيش الشعبي والقيادة هذه التي سرقت إنجازات وبطولات الجيش الشعبي نفسه، دعك من بطولات جيش التحرير. تتفق معنا في المعلومة دي أو في جدا 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 أتفق معك جدا. نعم معك. شكرا لك أستاذ أحمد. أنا بشكرك باسم كل المستمعين لحديثك معنا في إذاعة إرنا الدولية عن معركة حلحل الشهيرة وتداعياتها وتأثيراتها على الحركة. وأنت رجل نقابي ورجل شاعر ورجل وطني هميم تنشط حتى اليوم في العمل الوطني. أعزائي المستمعين، باسم كل المستمعين أنا أتقدم لك بالشكر الجزيل أستاذ أحمد هبتيس، وتحياتي كذلك بارك الله فيك. أعزائي المستمعين، برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمؤون، وهذا أحمد شريف يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا القدر من برنامجكم الأسبوعي متابعات نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أقدم لمستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. الإريتريون يحتلون المركز الأول في عدد طالبي اللجوء في لوكسمبورغ. أفادت تقارير إخبارية من لوكسمبورغ بأن عدد الإريتريين وصل إلى 17% ويحتلون المركز الأول في عدد طالبي اللجوء في تلك الأمارة الأوروبية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة. إريتريا تستضيف بطولة سيكافا لتحت سن 17. أفاد سكرتير اتحاد شرق وسط أفريقيا لكرة القدم المعروف باسم سيكافا بأن إريتريا سوف تستضيف في يونيو المقبل فعاليات بطولة سيكافا لتحت سن 17 والتي سوف يمولها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وأخيرا، كينيا تقطع علاقاتها مع الصومال، وذلك بسبب تخصيص الصومال لعطاءات للتنقيب عن النفط في منطقة متنازعة عليها بين البلدين. وتطلب كينيا من سفير الصومال مغادرة البلاد بينما تستدعي سفيرها من مقديشو. كان هذا مستمعي ومستمعات الأفاضل موجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وختاما مستمعي ومستمعات الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.